يا أخي العزيز، بالنسبة اليوم قمنا بواحد العمل إنساني أنا في نظري عمل رائع. هو ما عطيناش للناس، لم نعطي للناس شيئا، وإنما أعطيناهم الزكاة. وهذه الزكاة هي مال الله، ومال الله ماشي ديالنا، ديال الفقراء والمساكين والمحتاجين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الآية واضحة في هذا الموضوع. احنا عطيناهم الزكاة اللي هو مال الله، عطينا للفقراء والأرامل هذا الأيتام والناس اللي ما خدامينش، العجزة، في واحد المنطقة اللي تتسمى دوار السرانة، اللي تابعة لمقاطعة كيليز، اللي هي فيها واحد السكنة هائلة جدا، ولكن مع كامل الأسف مهمشة. فيها واحد النسبة كبيرة تاع الأرامل، وفيها نسبة كبيرة ديال الأيتام، ونسبة كبيرة ديال الناس اللي عاطلين على العمل وعجزة. هاد الناس هما اللي نعطينا. وهذا العمل من طبيعة الحال ماشي هو اليوم عاد عطيناه، تنعطيه مدة ربما شي 10 سنوات تباعا. كل رمضان أو كل متى يقرب شي مناسبة دينية أو عيد الأضحى، دائما تنتفقدوا هاد الناس وتنعطيهم مال الله. هذا مال الله. وتنشد من خلال هذا الموقع الحقيقة اللي هو موقع رائع جدا، تنشد أغنياء مراكش باش يحاولوا يبداو يعطيو مال الله. لا أقول المال ديالهم، الزكاة اللي هي مفروضة عليهم وراه النسبة ديالها معروفة اللي هي 2.5، خصهم يبداو يخرجوها ويعطيوها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والأرامل باش يتفقدوهم. لأن في الحق عيب علينا حنا ناكلوا ونشربوا ونخليو واحد الشريحة كبيرة جدا، كبيرة وعريضة، تموت جوعا. حقيقة هذا الضمير ديالنا ما يمكنش لنا نقتضيو بجلالة الملك محمد السادس، اللي من طبيعة الحال تيبين لنا دائما في الشاشة لا يألو جهدا. كل وقت تلقاو في واحد المدينة تعطي للفقراء والمساكين وكذا. هكا الأغنياء خصهم يمشيو في هذا الاتجاه، لأن احنا عندنا واحد الرمز تاع البلاد اللي هو خصنا كلنا نمشيو فيه ونمشيو بهذيك الطريقة. وأعتقد أنه إذا كلنا عطينا الزكاة وبديك الطريقة اللي خصها تعطى، أعتقد أنه ما بقاش غادي نلقاو شي فقير، نعاودو نقلبوا على الفقير وما غاديش نعطيو. إلا عطينا المال اللي هو مال الفقراء، اللي هو مال الفقراء فرضوا على الله سبحانه وتعالى باش نعطيوه لهم، ماشي مال ديالنا. وهذاك المال راه تيحسن المال ديال الانسان، وتيغبرو وتيعطيه تيتضاعف هذاك المال. الا بدينا تنعطيو لهذوك الناس هذا المال، من طبيعه الحال كل سنه غادي يعطينا الله سبحانه وتعالى اموال مضاعفه الى 10 الاضعاف كل سنه. ولكن الا حنا بدينا تنكونوا شي حين ما تنعطيوش الناس المال ديالهم وتنقولوا علاش انا نعطي لهذاك الفقير، اعتقد ان ذاك المال تيعاود الله سبحانه وتعالى يرد اللور. ودائما الغني تيبقى غادي يرجع الى الوراء من الناحيه الماليه او الماديه، وكذلك تيبقى تينظر ليه ذاك الفقير واحد النظره ديال بانه راه انسان اللي دالي فلوسه، وبانه الانسان اللي حرام خصو يقتلو، وبانه تيحقد عليه الى اخره الى اخره. وتيبقى تنافر في المجتمع. بينما الا بدينا تنعطيو للفقراء تيكون واحد تآخي والتآزر، وهذا الشيء معروف فينا كمغاربه وكمسلمين. هكا خصنا نكونوا. واليوم اعطيت واحد القدر ديال 200 مساعده للفقراء والمساكين، وبقى لي واحد العدد اللي اعتقد 70 اسره اللي باقيه ما عندها شيء. قررت ان شاء الله نهار 27 نهار يوم الاربعاء اللي غادي تجي في ليله 27 رمضان باش نعاود نعطي لهذوك الناس، باش نحاول الضمير ديالي يرتاح. تنعطيهم السكر من طبيعه الحال، وتنعطيهم الزيت، وتنعطيهم الدقيق، وتنعطيهم الشاي، وتنعطيهم القهوه. هذاك الشيء كله هو لكل وجبه تنعطيو فيها 154 درهم لكل وجبه، 154 درهم لكل وجبه. ما كاينش هدف سياسي ولا شيء؟ لا ابدا. انا هذا الشيء كله منذ 10 سنوات كما قلت. لا اريد من ذلك الا رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا ضميري، ورضا المجتمع، باش نحاول دائما نربط بين الفقير وبين الغني. انا ماشي غني بمعنى غني، ولكن
مسمسك عليا الله سبحانه وتعالى خصني نعطي للفقراء. داكشي اللي عندي من المال ديالي الخاص تنحسب واحد الحساب اللي هو نخرجوا الزكاه تنعطيه لهذوك الفقراء. هذا علاش تيكون ديك النسبه ديال 200 150 140 بعض المرات الى اخره كل سنه، بعض المرات توصل 300 على حسب الرواج المالي ديالي. انا تنعمل والعمل ديالي والممتلكات ديالي الى اخره تنجمع داك الشيء وتندير عمليه حسابيه وتنعطي الزكاه اللي هي مال الله ماشي مالي، تنخرجها للفقراء بهذه الطريقه. كل رمضان او بعض المرات تكون شي فلوس بقات شايطه تنعاود من تيقرب واحد الاسبوع عيد الاضحى تنعاود نعطي لبعض الناس اللي هما محتاجين الحد الادنى في المجتمع.